عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين، امين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد من نوعه كده، وهو طبعا بان من عنوان الفيديو ايه هو. احنا هنشوف الفرق بين الكركم والكاري. اول حاجه يا جماعه، الكركم اصلا دي اول حاجه، اول ميزه، هو عباره عن عشبه واحده، او هي ماده واحده اسمها الكركم او الكركمين، تمام. تاني حاجه الكاري بقى هو مجموعة أعشاب وتوابل مع بعض متخلطة، يعني ده عشبة واحدة، ده مجموعة أعشاب وتوابل مع بعض. دي كده أول حاجة. تاني حاجة الريحة عشان ده مجموعة أعشاب وتوابل هتلاقوا ريحته قوية، اللي هو الكاري ريحته أقوى من الكركم لأنه مجموعة أعشاب وتوابل مع بعض، إنما الكاري هتلاقوه هو عشبة واحدة بس اهو، وريحته أهدى شوية. تالت ميزة بقى او تالت فرق هتفرقوا عنه ان ده لونه فاقع جدا اهو، بيبقى اقرب للاصفر او المستردة او البرتقالي كده اهو، لونه البرتقاني، يعني اقرب للون البرتقاني. انما ده هتلاقوا لونه اقرب للون الكمون كده او الكزبره، عشان كده انا كاتبه على العلبه بتاعته هو مخصوص كاري، علشان لما حد يجي مثلا يستخدم ولا حاجه ما يفتكروش يعني يكون حد عندي مثلا جوزي ولا كده يفتكروا كمون فيحط فيه. الكاري بيتحط على الشوربه والبرجر والحاجات اللي زي كده، انما الكركم بتعمل منه ماسكات وحاجات للعظام وحاجات للوجه، وكمان بيتحط على الرز البسمتي والعدس، الحاجات اللي بيدي لون، لانه ليه خواص ولون قوي طبعا الاصل، يعني لان في ناس جابت منه المضروب ومش بيعمل قوي. وخلي بالكوا في فرق بين بتاع الاكل وبتاع الماسكات كمان، هو برضو يعني ده الحاجه وده حاجه، عشان في ناس بتروح تعمل ماسكات بتاع الاكل بتلاقي وشها كله اصفر، فبتاع الاكل غير بتاع الماسكات. المهم دوت زي ما قلت لكم بيتعمل بيه الرز البسمتي وعلى فكره برضو بيدخل المفروض في تحويجه المحوجه والحاجات اللي زي كده، اللي هي الحلبة المطحونة والموجات والحاجات اللي زي دي. يبقى احنا كده عرفنا الفرق بين الكركم والكاري. الكركم اصفر فاقع وعشبة واحدة او مكون واحد، ولونه برتقاني كده زي ما انتوا شايفين اهو، برتقاني مصفر، هو بس الكاميرا مفتحاه. انما ده مجموعة اعشاب مع بعض لونها غامق اهي، اغمق، وريحتها اقوى عشان هي مجموعة اعشاب مع بعض اهي، وبتستخدم لها استخدامات اكتر من ده، لانه في توابل واعشاب كتير مش حاجه واحده، وده انما ده هو حاجه واحده. انا كده اكون خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. حبيت بس اوضح الفرق لان في ناس كتير بتتلخبط فيه، وانا واحده منكم كنت بتلخبط الاول، بس لما قعدت مع الوقت والاستخدام هتعرفيه لوحدك من غير اي حاجه. انت ممكن في الاول بس تكتبي على الكركم ان هو كركم والكاري كاري، مع الوقت عينيك هتتعود عليهم، بالظبط زي الفرق بين الثوم البودر والبصل البودر برضو هبقى اعمل لكم فيديو عنه، فهتلاقي الفرق بعد كده بس سهل بالنسبه لك، عرفتي تميزي لوحدك كده اهو، هتلاقي قولي ان ده كركم وده كاري. حتى بصوا النطق نفسه بيلخبط، الكاري اللي هو الاصفر بتاع الاصفر المستردة ده اللي هو بتاع الرز البسمتي، انما الكركم بقى بتعمل بالشوربه والبرجر وزي ما قلت لكم حاجات كتير يعني استخدامات تانية. انا كده خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبك الفيديو بقى مش تنسي تحطي لي لايك وتشتركي في القناه لو اول مره تشوفيني، وشير الفيديو لاصحابك عشان يعرفوا الفرق بينه، واي استفسار انا تحت امركم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واستنوني في فيديو جديد، وبحبكم في الله.